جول يا هيثم، جول يا هيثم يلقي بكلمة الافتتاح هيثم فاروق والاعلام البيضاء الهولندي اكليسيور الهولندي ثم في نورد الهولندي وراح السويد وبلجيكا في نادي اوستندا وبعدين وضع نفسه هذا الموسم في دائرة الأضواء، غير اتجاه الكرة وجول يا هيثم، جول يا هيثم يلقي بكلمة الافتتاح هيثم فاروق والاعلام البيضاء. نفس الإحساس هو فين؟ أنا حاسس إنه موجود هنا وهيحس بيا لوحده، مش قادر خلاص هموت أنا هو فين؟ كابتن فاروق بنرحب بيك معانا في موقع الزمالك اليوم. اهلا بيك واهلا بزملاء وكل من بيتابع الموقع. السلامة من الدوحة وعارفين انك في اجازة واحنا غلسنا عليك وقدمنا لك الدعوة انك تيجي تساند نادي الزمالك وانت كنت مرحب جدا بهذه والله انا كنت سعيد جدا لما انت قدمت لي الدعوة دي وشيء شرفني ان انا التقي بلعيبة نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. دلوقتي بعمل الاتحاد الفني للجزيره الرياضيه ولما بيجان اسمه القائد بتاعي بيقولوا نجم نادي الزمالك السابق والكره المصريه. يعني على الرغم ان انا لعبت في انديه كثيره واحترفت في اوروبا لكن بفضل ان انا اكون لاعب نادي الزمالك السابق لان اسم نادي الزمالك يشرف اي حد وحاجه كبيره جدا وغاليه علينا كلنا. كابتن هيثم الدعوه اللي احنا قدمناها لك دعوه جماهيريه تحت شعار عوده الابناء لاستعداد الامجاد واحنا بنشكرك على الاستجابه ليها سريعا وبنقول لك ان شاء الله انت هتكون موجود معانا يوم الاحد ان شاء الله. طبعا يعني حاجه تشرفني جدا وانا سعيد بالدعوه دي وان شاء الله هلاقيها يوم الاحد باذن الله وهيبقى حاجه جميله جدا ان انا التقط بلعيبه نادي الزمالك واتفرج على التمرين لان بالفعل الجهاز الفني لنادي الزمالك حاجه متشرفه جدا سواء كابتن حسن شحاته او كابتن اسماعيل يوسف او كابتن اسامه وديع او كابتن احمد سليمان او مجموعه اللاعبين الموجودين واللي هتابع التمرين بنفسي يوم الاحد ان شاء الله وهتبقى حاجه جميله جدا وانا التقي مع فريق نادي الزمالك. شكرا كابتن هيثم فاروق وان شاء الله هنستناك يوم الاحد ونستقبلك ان شاء الله. ان شاء الله وبعدنا باذن الله يوم الاحد محال الله. شكرا كابتن هيثم.